30/6 ده هيبقى يوم ان شاء الله مش عادي، ان شعبنا خلاص وعي وفهم وعرف هو مطالبه بتبقى ايه، وما بينزل وبيقرر انه هينزل يوم 30/6 او اي يوم اللي هينزل فيه بيبقى عارف عايز ايه. استحاله انزل يوم 30 يونيو ان ده خروج عن الشرعيه، الشرعيه الدستوريه اللي المفروض ان احنا نحترمها، وان احنا المفروض نساعد هذا الرئيس. اكيد نازل ان شاء الله، واكيد هنكمل الثوره بتاعتنا، وان شاء الله وان شاء الله مرسي هيتشال والجماعه الاخوان هتتشال. انا شايف هذا العصر في ظرف سنه انهارت البلد انهيار كامل. انا ان شاء الله لو هنزل عشان احمي الشرعيه، هنزل عشان احمي البلد من الانهيار اللي ممكن يحصل لو دكتور مرسي او لو اسقطوا دكتور مرسي. لازم ننزل عشان يعني دلوقتي البلد ضايعه، ولا في امن ولا في اكل ولا خبز ولا عيش ولا اي حاجه. انما ان احنا ننزل عشان نقول امشي هيجي اللي بعديه، امشي اللي بعديه امشي، انما ما حدش هيسيب حد يشتغل طول ما احنا هنا عايزين مصلحتنا. المعارضه كلها عايزه مصلحتها، الاخوان عايزه مصلحتها، واللي تايه ده كله الشعب. نازله عشان الفقر اللي انا فيه، انا بربي 6 عيال ايتام ومش لاقيين ناكل، وبيدينا معاش 300 جنيه. ان هننزل 30/6 الناس اللي قابضه فلوس. هننزل باذن الله، هننزل هنتعب على ايدنا. ده راجل كويس والله، ورئيس الجمهوريه ده كويس. نازله عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولاد مصر وعشان خاطر كل واحد مش لاقي فرصته، مش لاقي حقه، مش لاقي حياته، مش لاقي آدميته. لا انا مش نازل يوم 30/6 ان شاء الله. قوى المعارضه هي اللي نازله، وده شيء كويس ان الناس بتعبر عن رايها. ده اللي حصل بعد الثوره. اعتقد ان الكل هينزل، بس نتمنى ان ربنا يعدي على خير، لان البلد بصراحه مش مستحمله من كل حاجه يعني. طبعا كل الآراء ليها احترامها. احنا حاولنا في برنامج باختصار ان احنا عشان نفهم هذا التنوع الشديد في الآراء ان احنا نقول ان الشعب المصري في هذه اللحظة بشأن 30 يونيو، بشأن ايه اللي هيحصل في اليوم ده، انقسموا الى 4 فرق. فرقتين معروفين، واحدة اسمها تمرد وواحدة اسمها تجرد، لكن في فرقتين تانيين الحقيقة هم اللي هيحسموا النتيجة النهائية لما يحدث في هذا المعترك السياسي. هم واحدة احنا مسمينها تردد، وواحدة احنا مسمينها تشرد. وعشان نعرفهم هنحتاج ان احنا نروح الى السنبورة. السنبورة يا باشا لو سمحت على شباب. تقليديا احنا بنتكلم عن حركتين كبار، واحدة اسمها تمرد وواحدة اسمها تجرد، انما في بالاضافه لدول حركتين تانيين هنتكلم عنهم تباعا. لكن رقم واحد عايزين نفهم، لو احنا كده قررنا ان احنا نهدى شويه ونقول طب الناس اللي بتسمي نفسها تمرد عايزين ايه ورايحين فين؟ الناس اللي اسمهم تمرد عندهم هدف واحد واضح محدد كبير اسمه انتخابات رئاسيه مبكره. الانتخابات الرئاسيه المبكره هي نتيجه منطقيه ل5 حاجات حصلت أو خايفين إنها تحصل. الحاجة الأولى اسمها عدم وفاء الرئيس بالوعود اللي أخذها على نفسه. حضراتكم تفتكروا في يونيو 2012 وقبل الجولة الثانية من الانتخابات دكتور مرسي نزل بيان كبير كده حط فيه 15 وعد رئاسي، حاجات كتيرة قوي بعضها علاقة بالبنزين والمية والطاقة والمرور والدستور الناس من أنصار حركة تمرد شايفين إن كتير بل معظم بل ربما كل الحاجات دي ما اتحققتش. 2 شايفين انه اهداف الثوره بقى الاصليه اللي هي قبل الانتخابات اصلا ما اتحققتش. طبعا عارفين حضراتكم العناوين الكبيره، العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه، شايفين انها ما اتحققتش، وعدم تحققها من وجهه نظرهم دليل على انه الثوره ماشيه في اتجاه خاطئ، وعليهم ان هم النهارده يتدخلوا علشان يصححوا مسار الثورة. 3 الثورة تقتل أبنائها من وجهة نظر فريق تمرد. بعبارة أخرى في تصفية للثوار وعدم القصاص للشهداء، رغما عن أنه حضراتكم عارفين أنه دي كانت واحدة من الوعود الرئاسية وكانت واحدة من المطالب الأصلية لمن قام بالثورة الأصلية. في عندهم إحساس بأنه الناس دي لازم يتجاب حقهم رحمة الله عليهم. في حاجة رابعة ودي اللي خلت ناس كتير ينضموا للثوار الأولين، هو الخوف من أخوانة الدولة. حضراتكم تفتكروا اللي بيتابع ربما بعض اللقاءات التلفزيونية اللي قبل من كده كان الواحد بيعملها، كنا بنقول إنه في مؤسسات سيادية وفي مؤسسات
ذهنيه، مش المفروض انه تخضع للاعتبارات الايديولوجيه او الحزبيه او الصراعات السياسيه. كنا بنتكلم عن مؤسسه زي الجيش، مؤسسه زي المخابرات، مؤسسه زي الشرطه، مؤسسه زي وزاره الخارجيه. دي مؤسسات وطنيه، مفيش حاجه اسمها السياسه الخارجيه للاخوان المسلمين والسياسه الخارجيه لحزب الوفد. دي سياسه خارجيه لمصر، في امن قومي لمصر، مفيش حاجه اسمها امن قومي لحزب. وبالتالي المؤسسات دي مش المفروض انها تكون خاضعه لاي اعتبارات ايديولوجيه من اي نوع، دي مصريه فقط، وكلمه فقط معناها ان مفيش اي اعتبار تاني يدخل في حساباتها. كمان كان في 4 مؤسسات قلنا ابعدوا عنها على قد ما تقدروا، ابعدوا عنها، والافضل انك تبعدوا عنها تماما وتدار من قبل لجان وطنيه قوميه فوق حزبيه او عبر حزبيه. ال4 دول كنا بنتكلم عن الاعلام، بنتكلم عن التعليم، بنتكلم عن الثقافه، بنتكلم عن الاوقاف. ان الوزارات دي تبعد عنها اي اعتبارات او اي حسابات حزبيه، ما تجيبش وزير فقط لانه بينتمي للحزب بتاعي او انه موالي ليا الى اخره. انما في ناس كتيره من انصار حركه التمرد شايفين انه ده ما حصلش، وانما انه في نزعه او رغبه لدى حزب الحريه والعداله، جماعه الاخوان المسلمين، لدى الرئاسه انها تسيطر حتى على المؤسسات دهيت. طبعا المساله دايما هيكون فيها جدل واختلاف في وجهات النظر. رقم 5، في خوف من تزوير الانتخابات والاستفتاءات اللي جايه، على اعتبار انه دي النتيجه من وجهه نظرهم المنطقيه للاربع حاجات اللي قبل من كده. يعني لما تسيطر على الوزراء وتسيطر على المحافظين وتسيطر على الجهات البيروقراطيه بصفه عامه، طيب لما تيجي وقت الانتخابات من وجهه نظر انصار تمرد يبقى غالبا النتيجه هتكون انها هتكون انتخابات مزوره. في خوف مرضي عندنا من فكره تزوير الانتخابات، وده جزء من حياتنا اليوميه. يعني اللي بيزور انتخابات هو اللي بيدفع رشوه، هو اللي ابنه بيغش في الامتحان وهو مش فارقه معاه، فبقول لك يبقى اكيد كمان اشمعنى دي يعني اللي مش هيكون فيها تزوير وتزييف لاراده الناس. التركيبه دي على بعضها خلت حركه تمرد تبقى اكبر، لانه المخاوف دهيت زادت عند عدد كبير من الناس. السؤال: كام واحد من المصريين بينضموا او بيدعموا حركه تمرد؟ في تقديرات كتيره ومختلفه، احنا بعد ما سمعنا من ناس كتيره متخصصين لقينا ان الرقم في حدود من 8 ل 10. طبعا بعض انصار حركه 10 مليون بيقولوا لا احنا معانا ارقام اكتر. لو الارقام دي مثبته وموثقه طبعا يبقى هي الرقم الصحيح، انما احنا بنقدر انها هتكون في حدود الرقم دهوت من 8 ل 10 مليون واحد. يعني الرقم ده في حدود خمس المصريين، 20%. حدود خمس المصريين زي احنا 80 مليون. لا الحقيقه احنا بنتكلم عن المصريين فوق سن ال 18، اللي هم 50 مليون مصري فوق سن ال 18. الرقم ده مرة تانية احنا بنقوله على اعتبار ان هو تقدير اولي، الله اعلم بالفعل هيكون الرقم ده قد ايه، وايه اللي ممكن يحصل من النهارده لغايه 30 يونيو يخلي الرقم ده يزيد او يقل. مين اللي بيسموها الكتله الصلبه لحركه تمرد او لهذا التيار السياسي؟ شباب الثوره الاصلي اللي حس انه خدع، وانه زي ما بيقولوا مرسي زي مبارك، وكمان الناس اللي اصلا كانوا رافضين لحكم الاخوان حتى قبل الثوره، وجم بعد الثوره من وجهه نظرهم الاخوان ما فرقوش كتير عن النظام السياسي اللي هم كانوا بيثوروا ضده، بل ربما في الحاله دهيت من وجهه نظرهم هو بقى اسوأ، لانه بقى فيه طابع ايديولوجي قوي. البراجماتيه او المرونه اللي كان موجود عليها النظم السابقه اختفت مع حكم الاخوان. مره تانيه دول تمرد اللي هم بيشكلوا جزء من مشهد معقد فيه 4 مكونات. عندنا مكون تاني اسمه حركة، أنا آسف أنا غلطت، أنا هجيب لحضراتكم من هنا حركة تجرد. أما حركة تجرد دهيت فهي بتعبر عن النقيض الموضوعي، الناس اللي الناحية التانية بتقول لا إحنا بندعم الرئيس مرسي، بالنسبة لهم حركة موالاة سياسية. بعضهم بيقول لا الحقيقه احنا مش مع مرسي، احنا مع الشرعيه، لكن في كل الاحوال هم في اللحظه دهيت لما بينزلوا يعبروا عن مطالبهم بيقولوا بوضوح احنا ضد التمرد ومرسي لازم يكمل مدته. الهدف اكمال الرئيس لمدته. طيب لما نسالهم نقول لهم طب انتوا ايه اسبابكم في انه الدكتور مرسي يكمل مدته؟ 1 هو الرئيس المنتخب شرعيا. إهدار الإرادة الشعبية من وجهة نظرهم خطر كبير. وبالمناسبة بعضهم يفكر يقول لك هو احنا لو أهدرنا الإرادة الشعبية دي في أي رئيس تاني هيكمل مدته؟ بمعنى
لو احنا مشينا مرسي، طب هو مين اللي هيقعد؟ خلاص بقى خلوا الرئاسه سنه، كل واحد يقعد سنه ويمشي ويعملها بقى بالدوريه، كل واحد مواطن مصري. المعنى هنا انه لو اهدرنا الاراده الشعبيه المره دي يبقى احنا بنهدرها ربما لثالث مره. افتكروا حضراتكم انه الاعلان الدستوري اللي جه بعد تعديلات الدستور في 19 مارس بشكل او باخر من وجهه نظر هؤلاء اهدر جزءا من الاراده الشعبيه. حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب اهدر جزءا من الاراده الشعبيه. انك تمشي الرئيس المنتخب من وجهه نظر الناس انصاره كانك بتهدر مره اخرى الاراده الشعبيه. عشان كده هم عندهم فكره ان الرئيس المنتخب شعبيا وانه مفيش رئيس تاني هيكمل مدته عامل كبير بيخليهم يقولوا اذا لازم الرئيس يكمل مدته. 3 التحديات الموجوده اكبر من اي شخص. بعباره اخرى ممكن الرئيس مرسي من وجهه نظره يكون بيغلط، بعض القرارات خاطئه، في ارتباك، لكن في نفس الوقت مين ما كانش هيغلط في الفتره دي؟ بعضهم يقول لك بص في الدول اللي حوالينا اللي بتمر بظروف مشابهه، بص لتونس، بص لليبيا، بص لليمن، هتلاقي نفسك لحد بعيد واقعين، كلهم واقعين في نفس المعضله. 4 بيقول لك ان في تحالف مضاد للرئيس يريد اسقاط الرئيس وافشال الدوله، تحالف المعارضه والاعلام والقضاء والفلول، يعني المحسوبين على النظام السابق. حطوا دول هم مع بعضهم، هم قرروا يتحالفوا مع بعض ضد الرئيس، وبالتالي احنا حركه تجرد مش هنسمح لهم بده. في كمان معارضه اقليميه ضد الثوره وضد الاخوان، ضد المشروع الاسلامي من وجهه نظرهم. ناس بتدفع فلوس علشان الدوله ما تستقرش، وبالتالي واجبهم كحركه تجرد ان ال5 دول، الاسباب ال5 دول، الرئيس لابد انه يكمل مدته. عدد الناس دي قد ايه؟ مش عارف ليه احنا لما جينا قدرنا وسالنا الخبراء لقيناهم في النهايه بيقولوا لنا ارقام معظمها اقل من تمرد. صح ولا غلط ما نعرفش، لكن ده تقدير مبدئي واولي، وممكن حاجات تحصل من النهارده لغايه 30 يونيو تخلي الرقم ده يزيد او يقل. بعضها هتسمعوها حضراتكم، بعض الحاجات دي هتسمعوها حضراتكم في الفقره اللي هيكون فيها ضيفنا بيكلمنا عن هو بيفكر ازاي من النهارده لغايه 30 يونيو ممكن المشهد يتغير بشكل او باخر. طب مين هم بقى؟ اولا ناس موالون للتيارات الاسلاميه، دول انصار حركه تجرد او تيار تجرد، يغلب عليهم الاعتقاد بانه في مشروع اسمه المشروع الاسلامي، المشروع الاسلامي مكن له باصوات الناخبين، وبالتالي لابد ان المشروع ده يكمل او على الاقل ياخد فرصته، وفي الميعاد المحدد تيجي الناس تاني وتقول دول يكملوا في السلطه او كفايه كده. طب على الارض مين هم؟ طبعا جماعه الاخوان المسلمين اللي منها الرئيس، وكذلك مجموعه من الجماعات الاسلاميه وجزء من التيار السلفي اللي شايفين انه واجبهم ان يناصروا الشرعيه والشريعه زي ما بيقولوا. جميل. عندنا هنا صح، عندنا حركتين تانيين احنا مش واخدين، ما بيسموش حقيقه حركتين، انما هم ناس موجوده في الشارع وكتير، يعني انا بنظن وفقا للارقام اللي عندنا هم غالبا اغلب المصريين. حركه سميناها او ناس مش هنسميها حركه لانها مش حركه فعلا، هنسميها تشرد لانها مش منظمه، وناس هنسميهم تردد. ايه قصه تشرد وتردد؟ تشرد دي مش مأساة طبعا، يعني ارجو ان اي حد يكون فاهم كلمه تشرد غلط يعذرنا، احنا ما نقصدش التشرد بالمعنى السلبي، احنا حاولنا نستخدم السجع بس اللي في الكلمه، لكن في نفس الوقت نوضح ان في ناس تعبت اقتصاديا جدا جدا جدا. جزء من اهالينا المصريين البسطاء، والحقيقه بعضهم حتى ناس مش بسطاء اغنياء بس تعبوا. البسطره من سخن البارد وبارد وسخن وغنى وفقر ووعود وخناقات ومولوتوف اعياهم. الناس دي لاسباب اقتصاديه بتعاني، وبالتالي هدفهم هو اصلاح الاوضاع الاقتصاديه مع او بدون مرسي. الحقيقه في حساباتهم هم مش فارقين معاهم مين اللي بيحكم، اسمه مرسي، اسمه محمد، اسمه ابراهيم، هو عايز الاوضاع الاقتصاديه تتحسن. حضراتكم الصوره اللي راسمها اصدقائنا بتقول لك انا عايز اشتغل، هي القضيه انا عايز اشتغل. مشاكلكم بقى خلافاتكم كسياسيين دي حلوه بينكم وبين بعض، احنا قضيتنا الكبيره انه الاوضاع الاقتصاديه في البلد سيئه وسيئه جدا، وبالتالي اللي تشردوا بسبب الثوره واللي بيلعنوا الثوره واللي جزء منهم يقول لك يا ريت يرجع مبارك، على الاقل كانت المركب ماشيه وكانت مشاكلنا عارفين نسيطر عليها. دول هم اللي احنا مسمينهم هنا قطاع من المصريين ينتمون الى تشرد. اما
تردد، فده الفصيل الرابع، المجموعة الرابعة من المصريين اللي متردد لأسباب سياسية. يعني إيه متردد؟ حضراتكم شفتم في التقرير بيقول إنه إحنا مش مقتنعين بأداء لا النخبة الحاكمة ولا النخبة المعارضة. يعني مشاكلكم دي مشاكل سياسة أكتر ما هي مشاكلنا إحنا لا عارفين ده صح ولا عارفين ده غلط. هي المشكلة في الآخر خالص إحنا عايزين استقرار رغما عن الضيق من أداء الطرفين. عشان كده بالنسبة له مش واضح نعم ولا لا، يفكر أبقى مع المتمردين ولا أبقى مع المتجردين. الناس بتوع التشارد والتردد دول ناس مهمين للغاية. هفرد لحضراتكم كده السنبورة كاملة عشان حضراتكم تشوفوا المشهد على بعضه ويكون واضح ليكم ايه العلاقة ما بين التيارات الأربعة اللي موجودة في الشارع دي. ببساطة من تمرد لتجرد الطرفين قوتهم نسبيا قريبة من بعض. الحقيقة اللي هيحسم الصراع فعليا، وانا اسف اني بقول كلمة صراع، بس هو صراع سياسي حقيقي ويبدو ان هو هياخد شكل يعني ربنا يستر ما يكونش عنيف، او لو بقى عنيف ما يبقاش احتراب اهلي. اللي هيحسم النتيجة النهائية هو التشارد والتردد. هو الناس دول اللي هم الأغلبية. احنا قدرنا عدد، احنا بمعنى الناس اللي سألناهم قدرنا دول هم بينهم من 15 ل 20 مليون مصري. معاهم هنا من 13 ل 18 مليون مصري. يعني الاثنين دول هم على بعض هم الحقيقة أغلبية المصريين. هي المشكلة هنا ان انت عندك في حركة تمرد بيبدو الأمر كما لو ان هم عايزين يستعيدوا البلد من اللي خطفوها من حركة تجرد. كأنه تجرد خطفت البلد وسرقت الثورة، وكأنه تمرد عايزة تسترد البلد من اللي سرقوها. فيبقى الصورة اللطيفة كأنه ده بياخد مصر من دول. طب والناس اللي في النص دول ايه علاقتهم بالموضوع؟ واضح ان هم حاسين ان محدش بيفكر فيهم ومحدش بيفكر في البلد ككيان جماعي. احنا هناخد منك الكرسي، مرسي ما يقعدش على الكرسي. هو ده في نمط تفكير تمرد. تجارب يقول لك محدش هيقعد على الكرسي الا مرسي. وبقت الخناقه على الكرسي يروح لمين؟ المعضله اللي بتواجهنا واللي هتواجهنا انه من الوارد جدا انه القضيه مش هتحسم بس بتجرد وتمرد، وانما في قطاع من الناس هينزلوا. دول همت ما لهمش اجنده سياسيه، دول ليهم فقط اجنده اقتصاديه. هذه الاجنده الاقتصاديه ممكن يترتب عليها لا قدر الله عنف غير منضبط. احنا رايحين لخطر كبير ان ما عقلش قيادات تجرد بدءا برئيس الجمهوريه وقيادات تمرد اللي الحقيقه هم مجموعه من الشباب اللي انا ما اقدرش الومهم كتير غير اني اقول لهم بلدكم لازم تكون عزيزه عليكم وانتم بتتخذوا اي خطوه او اي قرار. بقول لهم ارجوكم انقذوا البلد. دايما فكروا بمنطق ان انتم عليكم مسؤوليه كبيره انه بلدنا تفضل كيان واحد متماسك، وخلافاتنا اللي حوالين السلطه ما تكونش خلافات حوالين الوطن او الوطنيه المصريه. بعد الفاصل نرجع نكمل نقاشنا.